متلازمة تريد. علمي على يا كلب. هو انت الحرامي؟ تخيلي بقى. مبدئيا كده حابب اشكر كل اخواتي اللي عملوا لايكات على الفيديوهات الفترات اللي فاتت دي، واللي كتب كومنتات، واللي شجعوني بكلمه حلوه ايا كان. انا حابب اشكركم بجد بجد ومن كل قلبي. انتوا مبدئيا انتوا اول خطوه في النجاح، انتوا عيلتي وانا بحبكم جدا، مش مجرد يعني انتوا عيلتي واحنا اخوات لبعض. وبجد حابب اشكركم جدا، وحابب اشكر اي حد عمل لايكات وكومنتات ويشجعني بكلمه حلوه. وبس شكرا ليكم. ومن غير ما نطول في المقدمه، يلا بقى نخش في رياكت النهارده. ايه ده؟ حرامي حرامي حرامي! في صوت مفاتيح، فاكيد حد بيفتح الباب، مش حرامي. ايه ده؟ هو انت الحرامي؟ تخيلي بقى. ايوه انا الحرامي. حرامي عنده شارع الرعاش. يا لهوي على جماله. هي ماما قالت لي يا سام وزين، حتى سامي زين، انت كده مش هتعرف تسرق. لو اشتغلت حرامي من غير ما تمسك سلاح في ايدك، ان هيشوفك هيموت من جمالك. لا اللي هشوفك هيموت مبدون يا بضان. يا لهوي على يا لهوي جماله. يا على جماله. هي ماما قالت لي يا مايكل جاكسون، اول ما تصحى من النوم ما تفتحش الباب، علشان اي بنت تشوفك هتنتحر من جمالك. ده هتموت ملبوسة، هتموت عندها صرع. دي ماتت مصروعة دي. انت بتتكلم انت بتقول ايه؟ هو انتوا زي لما بتشوفوا حد وبتحسوا ان انتوا شفتوه قبل كده في مكان تاني، بتقعد تقول له انا مش فاكر شفتك فين قبل كده، انا حاسس اني شفتك في مكان تاني. علشان 2000 years later. ليه بقى؟ المفروض تقول له I can't place you I can't. نسيبه نمشي احسن. ما انا اقول له انا كنت شايفك في مكان قبل كده بس مش فاكر كنت فين. ما دي احسن. Hello, I'm Rachel Orkey and I have Tourette syndrome and it is ما شفتش بتوع مصر عندنا بيعملوا ايه؟ بيتخانقوا. well my birthday today. I am 18. متلازمة تريد. Hello, I'm Rachel. نحن نختلف عن الاخرون في كل حاجه. تتعكس منك كنت ماشي. لا ما يقدروش. عكس ازاي؟ ده انتوا اللي اصلهم معاها. انتوا مجانين ولا ايه؟ انا معايا راجل. بحب راس امي قوي، يعني انا بروح اتفرج عليها كتير. يعني انا ساعات بستقبل واكلمها واقول لها شوفي لي اجيب اصحابي واجي نقعد نتفرج عليكي. بيتكلم امه بيقول لها اجيب صحابي وتعالوا نرقص لنا مع بعض. رايحين لفين تاني؟ ما كفايانا كده، كفايانا كده. المسيح الدجال لو طلع مش هاخد في دينا غلوه. بص يا روح، عايزك تجيني بعد الحصه دي لوحدك. انا عارف انت ما فهمتيش من الحصه دي حاجه، يا كلب. عشان كده قلت اقعد انا وانت لوحدك عشان افهمك كل حاجه. انا مش فاهم حاجه. مش المفروض انا وانت متفقين مع بعض احنا نخرج بعد الحصه دي؟ ايوه يا عمرو انا عارفه، بس انت عارف يعني انا فعلا مش فاهم حاجه من الحصه دي، والمستر بيتكلم صح واحنا امتحاناتنا قربت. هو انت من امتى بتاخدي درس لوحدك في حصه؟ يعني مش فاهم حاجه انا. المستر خايف عليا يا عمرو وانا فعلا. خاف عليكي؟ ما هو ده الخازوق الشفاف اللي مش متشاف، الجني. فعلا بجد انا فعلا مش فاهم حاجه من الحصه دي. يعني كده ما فيش خروج؟ عادي يا عمرو نعوضها يوم تاني. تمام يا روح. انت قلت يا روح. اصلا الحصه فيها كل المواد التعليميه. يعني هنا بص، هنا الجهاز الهضمي علوم، وهنا خريطه العالم دراسات. هم ماسكين كتاب انجليزي يعني. ده بقى مدرس يعني. خلاص ماشي يا مستر، انا هبقى معاك على طول بعد الحصه دي. ماشي. بصي بقى علمي على يا كلب. دونت تاتش عيب. انا مش قصدي حاجه، انا قصدي اوريك السطر بس. لا انا شايفه وبعمل كل حاجه لوحدي. طب ماشي اتفضل. بقول لك يا مستر بعد اذنك انا عايز اروح بس دقيقه على جنب عشان هديها فلوس
عشان انت عارف انا هسيبها بعد الدرس وهمشي، وهي هتفضل قاعده مع حضرتك. لا ماشي، اتفضل اتفضل. ابليس على الحلال من دين ابليس. شكرا يا مستر. اتفضل. انا مش فاهم السؤال ده يا مستر. بس لو انتوا الابلكيشن تصعبني. بص يا روح، عاوزين تكمله، في تكمله؟ بص يا روح، بصراحه انا حاسس في حاجه غلط. المستر مسك ايديكي، وغير كده بيقول لك عايزك بعد الحصه لوحدينا ويشرح لك. لماحه بتفهم. انا حاسس في حاجه غلط، في حاجه مش مريحاني. انا ما اعرفش برضه يا عمرو، بس انا فعلا مش فاهمه حاجه من الحصه، وكنت فاكره ان المستر عايزني عشان يفهمني. ما احنا برضه ما نظلمهوش، الله اعلم يكون ايده خبطت في ايدك غصب عنه. لا اظلمه، هو مسك ايديها كده اهو، جابها مسك ايديها كده اهو، بيقول لها عايزك لوحدك بعد الحصه. افهم، شغل ده. واحنا ظلمناه، بس المشكله اللي مش مطمني نظراته ليكي، في حاجه غلط، في حاجه مش مريحاني. جدع جد، بتفهم انت. فعشان كده اتكلمت معاكي. هنعمل ايه؟ بس انا يعني؟ عندي فكره. ايه؟ احنا نروح ونتعامل عادي، مسك ايدك تاني يبقى ساعتها بقى نمسكه نعلمه الادب، ما عملهاش يبقى المستر ده نيته سالكه وخبط فيه غصب عنك. ماشي يا عم. يلا يلا. خلاص كده يا مستر فهم. تمام. ربنا، ما هو ما شرحش حاجه اصلا. خلاص يا روح، خدت الفلوس؟ يا مستر خدتها. طب كويس، اتفضل. لا طب ما انت ما تشرح، ما انت مستر تشرح انت، يعني ايه ده؟ فكره مش دي يا انكل. لمس ايديها يا فندينا، مسك ايديها كده. انت عايزهم يشتغلوا دلوقتي يعني ولا ايه؟ طيب خطة ذكية برضه، حلو. ايه اللي بتعملوه ده؟ انا قعدت انا جنبك عشان تعرف تفعص فيا براحتك. ايوه بقى، عاوزين لانش بوكس ام خالد، ام جازة. ده اكيد هتجيب طاجن عكاوي وطاجن مخوسي وتفشخ على الكلام. ابني قال لي اشمعنى يا مامي انتي ما بتطلعيش تظهري للناس اللانش بوكس بتاعي؟ عشان النعمة محدش يحسدنا ومحدش يتريق علينا، زي الحيوان ده ما يعملش الاكت عليكم. كل الامهات ماسكه في اللانش بوكس، اللانش بوكس، اللانش بوكس. قلت له اللانش بوكس ده يا حبيبي بس بصوا، لانش بوكس متواضع يعني، شايفين؟ صغير كده. بتاعت العيال التوتو، احنا ملناش في اللانش بوكسات. صح، جيبي له كيس بقى، تبقى انت كده. احنا بنحط الاكل في الكياس. هو ده قال الكلام. لي ماشي يا مامي، وري الناس انت بتعملي لي ايه. اولا الجبنات برضو بتاعت العيال التوتو. طب انا يا ترى بعمل ايه الملوكه؟ روح مامي بعمل له الرنجه يا حبايبي. انت مش ناويه تظبطيها مره صح؟ رنجه ياكل ويتغذى. ايوه نقطع الرنجه، اهم حاجه النظافه الشخصيه. امسكي الرنجايه عشان الولد ايده ما تتزفرش وهو ايه بيكتب في الكراسات. بتقطعي الرنجه قطعه كده. يلا حط له دي في صندوق، من غير سندوتش، ارميها له وياكل هناك يقرقش فيها عشان يعرف ايه يفصص ويلزز. حطي الرنجه في الكيس عادي كده بالظبط، هو ده الصح. ما تحطيش بقى عيش بلدي عشان ما يقولوش عليكي بيئه وشعبي. هتحطي رغيف فينو كده اهو بس حبايبي، لا لانش بوكس ولا لانش زفت، وبالهنا والشفا. يلا بقى ارميه للولا وخليه يمشيه منه. ممكن بقى تديله مع الرنجه يا ازازه بيبس يا اما بصله يا باكو فوار. شكرا. اكيد بتتريق، اكيد ده مش اللانش بوكس صح يعني، اكيد ام خالد بقى بتلطف على الكلام وكده. يلا بينا نحضر اول يوم لانش بوكس. يلا بينا نشوف هنحط ايه. نحط معلقه من الرز معمول بشوربه. هو انا ما عشناش طفوله ولا امهاتنا كانت مقصره معانا يا جدعان؟ اقسم بالله هم كانوا 3 سندوتشات جبنه بخيار فينو، وكنا بناخدهم في كيس ونروح المدرسه لحد ما تيجي الفسحه. كانوا بيدخلوا في كتاب الدراسات، كانوا بيكونوا عاملين زي الورقه كده لزقوا، وكنا بناكلهم ويا ويلك لو ما رجعتش الكيس. فيعني الامهات حصل لها ابديت ونزل ولا ايه؟ الدنيا اتغيرت كتير. ومش هكتر عليه كتير، هحط له نص فرخه. مش هتكتري نص فرخه؟ امال لو هتكترها، هو ده حضرتك طفل ولا عامل رايح شغل ولا ايه ده؟ ده نص فرخه بجد. ونقفل بقى، وطبعا نسكت
نسكت على كده؟ لا لسه هنجيب نص بطه. على كده لا طبعا. احط له هنا سمبوسه، احط له كام واحده يا ازل؟ ماما يعني ده طفل، سمعت الصوت طفل، في طفل هيخلص كل ده لوحده؟ ده لو هيأكل المس واصحابه والمدير وكل دول مش يعني هيكفوا بزياده؟ ايه ده كل حضرتك؟ بس فيها مامي يعني طفل بجد طفل. حط كمان. على ما اعتقد كده كفايه. وطبعا بقى طب هو في لسه في تاني؟ هعمل الرز بايه؟ هحط له شويه دقوس، وهنا بقى حطيت ايه الدقوس ده؟ الميه وقلنا نقفلها. نسكت كده؟ لا طبعا استنوا برضه. وقلت بقى كمان شويه دقوس، امال هياكل الرز ساده؟ يا دوبك معلقتين. بسم الله. هو ايه الدقوس ده عشان انا مش عارف؟ اكتر من كده مش هحط. ونقفل. بس يعني هو اخد طبق رز ونص فرخه وسمبوسه وده دقوس، كل ده انا بتغدى بنص سندوتش جبنه وبشبع. هو ايه ده كله حضرتك؟ هو ده طفل زينا ولا طفل معدته مخرومه ولا ايه ده؟ انا خلاص انا مش قادر، انا اتقفلت. وبكده نكون خلصنا الفيديو المقرف بتاع النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اي حاجه فيه اي حاجه تكون عجبتكم. وبس حابب اشكركم كم مره على التفاعل في الفيديوز اللي فاتت دي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي جديد، وسلام.